أنا أعتذر من جميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، ولكن الأفضل والأكثر إقناع هو المغرب. جنون المغرب يا أخوان، والله العظيم عز وفخر. احسبوا على يدكم الأرقام القياسية اللي حققوها اليوم. 1. ورسميا المغرب في كأسين عالم متتاليين لا ينهزمون في دور المجموعات. 2. ورسميا لا يوجد منتخب عربي تأهل للأدوار الإقصائية أكثر من منتخب المغرب 3 مرات. 3. ورسميا إسماعيل الصيبري يسجل 3 أهداف ويكون هو هداف العرب في كأس العالم بالمناسبة. 4. ورسميا منتخب المغرب يدخل التاريخ ب40 مباراة بدون هزيمة نهائيا. طبعا هذا الرقم هو الأطول على الإطلاق في تاريخ المنتخبات. 40 مباراة، 33 فوز و7 تعادلات. واللي يقول لك مباراة السنغال تحولت للمحاكم وانحسبت فوز للمغرب. 5 أو 6 رسميا كم وصلنا. المغرب هو أكثر منتخب عربي يفوز في كأس العالم، 7 انتصارات. يجي من بعدهم المنتخب السعودي والمنتخب الجزائري وبعد تونس ومصر. خلصنا من الرسميات، نجي نتكلم عن المباراة. والله العظيم المغاربة اليوم هم اللي صعبوا المباراة على نفسهم. وهايتي والله العظيم ما هو خصم قدام المغرب. المغرب اليوم استحوذوا على الملعب بالطول وبالعرض، ولكن بأخطائهم سجلوا جولين عليهم. شوف الخريطة الحرارية للمباراة اليوم يبين لك ان المغرب دك وشباك، هايتي دك، ولكن حارس هايتي اليوم في يومه. ولكن بوجود حكيمي وسفيان حتى وان كنت في يومك ما يفيدك. هدف حكيمي واسيست لاسماعيل الصيبري واللي رجع فيهم حكيمي المغرب للمباراة. اما هدف الفوز وايضا تعزيز الفوز جاء باقدام سفيان رحيمي، ايضا هدف واسيست لجاسم ياسين. هذا الشيء يخليك تقتنع اليوم ان المغرب مش فقط لعيبة اساسية في الملعب، المغرب ايضا لعيبة في الدكة. خوتي يا اخي جيراننا ومرين تاولا غيلعبوا مليح البانو خويا، اقسم بالله الكلب يحبس انا من الغيره، مع اللي جوار تاعو اللي راني نتفرج فيهم، اللي يخرج اللي يدخل ينسيك في اللي كان يلعب، ولا غير كاع يطيروا كاع يلعبوا مليح، اقسم بالله عندهم الحق. والله هادو كي يسهروا ويشوفوا المنتخب تاعهم يرقدوا مرشقين، ماشي كيما حنا ترقد بزيدان تنوض بزروقي تبات تعرق وبالضغط ومع الاردن وحي البحونه ولا بريسيو كاليكاتري زان كاليفاو ب7 نقاط والدوزيام وفي الشباب. والله لو كيروحوا يقابلوا كاش ايكيب غير ثما ويجي يروحوا الربع نهائي وحبسهم نتايا. والله غير راني غاير نكذب عليك، راني غاير. هذه ردة فعل سفيان رحيمي يا اخوان، لاعب المغرب بعد دخوله كبديل وتسجيله هدف وصناعته الهدف. هذه الرغبة ان حضرت في البطولات الكبرى مع اي منتخب هي اللي توديه بعيد، ما شاء الله تبارك الله. هذا واحد من اسلحة المغرب في الدك، اللي بالمناسبة اشوف انه يستحق يكون اساسي في الادوار الاقصائية. هذه المجموعة من المغرب علت الطموح، انا ما ابالغ، ولكن هذه المجموعة مرعبة لاي خصم في الادوار الاقصائية، هولندا، المانيا، ايا يكن. شعار منتخب المغرب تعال راس براس ونشوف مين يفوز باذن الله، انه هذا المنتخب رايح للامام. فولو لايك اخوان، السلام عليكم. ناموا خلاص، كل الناس اللي كانت مستنية سقوط المغرب عايز اقول لك خلاص اليوم خلص، سهرت على الفاضي. النهارده المغرب في دور ال 32، النهارده المنتخب المغربي بيعود بريمونتادا امام المنتخب الهايتي ب4 اهداف مقابل هدفين. دخل الاول لهايتي، عملتوا الليالي الافراح وولعتوا الشماريخ، تعادل المغرب قلتوا لسه فيها خير. جه المنتخب الهايتي الهدف الثاني قلتوا الله اكبر ايه اللي حصل؟ المنتخب بتاعك فاز؟ لا، المنتخب المغربي دخل في الهدف الثاني، ولكن قال لكم المغرب افرحوا شويه، انبسطوا شويه، ارقصوا شويه، من حقكم. ما هو في نصين، نص بيحب والمغرب يفوز ونص حاقد مستني المغرب يسقط، ولكن انتوا فرحتم. تعالوا بقى اخواتي اللي بيحبوني، اهلي وناسي، خد الهدف التعادل وفرحنا، ولكن قالوا المغرب ما بيفرحش بالتعادل، المغرب بيلعب على الصداره، المغرب بيلعب على النقاط ال3. وبالفعل الشوط الثاني ونزل سفيان رحيمي هدف باكورد او هدف بملفيه مزدوجه، والهدف الثاني بالصناعه، ويعود المغرب اسود الاطلس ب4 اهداف مقابل هدفين. والناس اللي بتقلل من هايتي، فهايتي منتخب محترم ومنتخب قوي، يكفي ان
انه فايز على المنتخب النيوزيلندي اللي منتخب مصر فاز عليه ب3-1، فاز عليه ب4 اهداف مقابل لا شيء. فما حدش يقول لي منتخب ضعيف ومنتخب تعبان، ما هو ما فيش منتخب ضعيف يصل لكاس العالم ويلعب بالاداء القوي ده وتيجي تقول لي منتخب ضعيف. المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور 32 بعد فوزه واكتساحه للمنتخب الهايتي بنتيجة 4-2، وذكرنا بنتيجة الجزائر ضد كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2 في كونديال 2014. الناس اللي تفرجت الماتش تفهم باللي المنتخب المغربي كلا المنتخب الهايتي، بصح الهايتي كان عندهم حارس كان واقف صد على الأقل 3 أهداف، يعني النتيجة اللي راك تشوف فيها كان قادر تزيد لها 3 أهداف، يعني يخلص على الأقل 7-2. المهم المنتخب المغربي يتصدر، لا ما يتصدرش، يروح في الوصافة خلف البرازيل ليصبح الترتيب كالتالي: البرازيل في الصدارة ب7 نقاط، المغرب في الوصافة ب7 نقاط، بصح فارق الأهداف للمنتخب البرازيلي أي على بها راهم هما الوالا. درك المنتخب المغربي راح يواجه رسميا إما المنتخب الهولندي يا إما المنتخب الياباني، يعني اللي كلاسي ما بيناتهم الأول في المجموعة تاع هولندا هو اللي راح يلعب ضد المغرب. يعني إلا تصدرت هولندا المجموعة راح تلعب المغرب ضد هولندا في الدور 32، إلا تصدرت اليابان راح تضرب اليابان موعدا مع المغرب في الدور 32. انتم واش تبالكم؟ والاقرب على حسب وجهة نظر تاعي انه المباراة راح تكون المغرب ضد هولندا، باسكو هولندا عندهم مباراة سهلة ضد تونس اللي كما نقولوا صراحة راهم محطمين. ان شاء الله برك ما يخرجوش بنتيجة اثقل من النتائج اللي راهي حاليا صارت في كأس العالم. ابار صاب مبروك للمنتخب المغربي من قلب جزائري. حاجه واحده اخرى واش تقول؟ العاقبه للمنتخبات العربيه اللي عندها الامال، عندك مصر، الجزائر، كذلك السعوديه، وكذلك الله اعلم هذا مكان العراق ثاني عندها امال بصح ضئيله. المفيد نلتقي غدا ان شاء الله، والسلام عليكم. المغرب يعني المتعة والإثارة في كرة القدم في كأس العالم. الله عليكم يا أسود. 4-2 ماتش حلو وشكرا لهايتي. برافو هايتي. ليه بقى؟ خلت اللاعب المغربي طلع اللي جواه النهارده. شوف الواحد عامل ازاي، طلع صوت. ليه؟ الماتش كان حلو 4 أهداف ومضيع 4-5 زيهم. ماتش حلو. هايتي قالت انا عايز اسجل هدفين ويكش تخربوها ورا، ما يهمنيش، المهم ان احنا نسجل في كاس العالم دي. ربنا كرمهم باللي هم عايزينه، والمغرب بقى اتفتح ليها. والراجل النهارده عرف اللاعب اللي يخلص من اللي ما يخلص، عرف ان ابراهيم دياز اناني مش بتاع يسهل الدنيا ويحرز اهداف، عرف ان سفيان رحيمي راجل مقاتل بيسجل في الزنقه وبيصنع من المستحيل هدف جسيم. يعني النهارده الراجل الكره رايحه الركنيه، الهدف الرابع زغدها بس كده بسن زغدها رجعها للحياه تاني، من ركنيه او ضربه مرمى الى هدف لجسيم. يبقى لاعب ما يقعدش. وعرفنا ان ايوب نزل زي ما دخل زي ما طلع، ما حسيناش بيه ان هو بيلعب، ولكن ماتش حلو. عجبني الماتش ده احسن من ماتش اسكتلندا. في كوره، في لعب. هايتي النهارده فتحت الملعب بطريقه حلوه، وهي دي طريقه الضغط. مفيش مشكله يا باشا، استقبل، هات وخد، ندفع بعضينا، انت تدخل لك هدفين، المهم ان انا اكسب. هي دي الكوره. ما هو ده اللي احنا رايحين له لهولندا. ما هولندا هتعمل زي هايتي كده، هتهاجم. يبقى انا النهارده الشوط الاول كان لازم ننزل سفيان الرحيمي، ما كانش يقعد للشوط الثاني، لان الراجل بتاع هايتي ساب لك مساحات ورا. زي ما هولندا هتهاجم وممكن تسيب مساحات. بقى انت عايز اللاعب ايه اللي يخلص. ايوب ما بيخلصش في المساحات، اللي بتاع المساحات هو رحيمي. راجل بيجري وبيعمل وبيودي وبيصنع وبيسجل. فبصراحه كده الماتش ده الواحد مبسوط منه ومتكيف منه على الاخر. الله 4 اهداف حلوين. هدف اسماعيل ده الثاني هدف حلو، هدف حكيمي حظ مع الظهر. ليه؟ لانه دخل يتفسها برجله، مش يشوطها دي، يتفسها كده برجله، طلعت في الهواء والكره هي اللي خبطت في رجله اللي واقف عليها. يعني هدف فيه الحظ. هدف بقى اللي كان حلو الهدف الثاني، حكيمي لاعب ارضيه برازيليه